بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. من قناة نور الزراعة أحييكم، معكم مهندس محمد علي، استشاري أمراض النبات وبرامج التسميد جامعة عين شمس. النهاردة هنتكلم عن زراعة وتسميد وإنتاج محصول الفلفل، ويشمل الفلفل الحلو والفلفل الحار اللي هو الشطة، أحد محاصيل العائلة الباذنجانية، الفلفل الشطة، الباذنجان، الطماطم، البطاطا التي تزرع في مشاتل، إما خطوط أحواض صواني في المشاتل أو الصوب. تزرع في شهر 6 و7 و8 و9 وشهر 1، أي يونيو يوليو أغسطس سبتمبر يناير. عمر الشتلة من 27 إلى 45 يوم حسب الصنف وحسب الجو. يعطش المشتل قبل الزراعة ب7 أيام، ثم يروى في آخر يوم لمدة 2 ساعة بالدش قبل النقل للأراضي المستديمة. طبعا الخدمة في الأراضي المستديمة، أول شيء لابد من تحليل الأرض، تحليل المياه، حرث الأرض حرث جيد، ثم نزول الخدمة، وهي عبارة عن 30 متر سماد خليط من سماد الدواجن وسماد الحيوانات والفيرم كومبوست، زائد 250 كيلو سوبر، زائد 100 كيلو كبريت زراعي. ثم تخلط مع بعضها، ثم تحرث الأرض، ثم تسوى، ثم تخطط بمعدل من 6 إلى 7 خطوط على القصبتين. الزراعة في الأراضي المستديمة في شهر 8 و9 و10 و2، اللي هي أغسطس سبتمبر أكتوبر فبراير. سليم. طبعا الفلفل يتحمل ملوحة حتى 1300 ملي موز في التربة، ودرجة الملي موز في الماء 975 درجة مئوية، يعني يتحمل ملوحة 975 بي بي ام. يتم ري وغمر الأرض جيدا لمدة 8 ساعات وحتى يتخمر السماد أو السباخ البلدي، وتترك الأرض من 3 إلى 4 يوم، وبعدها تزرع الزراعة بعد 4 أيام من التخمير، على بعد من 40 ل 50 سم بين الجرة والأخرى، في الثلث الأخير، في الثلث العلوي من الخط طبعا. ثم الترديم الجيد حوالين الجورة حتى لا تأخذ الشتلة هواء. ثم الري الجيد لمدة من 1 ساعة كل يوم. وضع جرعة أعفان جذور أو منشط. يتم الري من يوم إلى 6 أيام من الزراعة باستمرار، وبعد 6 يوم تعطش الأرض حتى 10 أيام، يعني 4 أيام لدفع النبات للتجذير. وبعد الرية الأولى طبعا بنضيف طبعا جرعة أعفان جذور زي كبريتات النحاس أو برمنجات البوتاسيوم، وبعدها بنحط 2 كيلو هيوميك للفدان منشط بعد عمر 21 يوم من الزراعة. طبعا بيتم الري والتسميد المنتظم. التسميد بالتنقيط أفضل، حيث يحتاج الفدان إلى 200 كيلو يوريا، زائد 200 كيلو سلفات نشادر، زائد 100 كيلو بوتاس، زائد 20 لتر حمض فوسفوريك موزعة على عدد الريات. ماشي. طبعا بالإضافة إلى الكالسيوم والبرون والنيتروجين والمغنيسيوم. طبعا بتفضل العناصر الصغرى زي الحديد والزنك والمنجنيز كل 15 يوم رشة، لأنها نباتات بتعاني من نقص العناصر زي الحديد والزنك والمنجنيز. الرش طبعا على ذبابة الفاكهة، رش الذبابة ده مهم جدا، ورش الكبريت الميكروني مهم. يحتاج إلى رشة عناصر كل 15 يوم. يوضع التسميد طبعا بمعدل من نص جرام إلى 2 جرام لكل نبات من البداية حتى النهاية، يعني بنبدأ بنص جرام حتى ينتهي ب2 جرام لكل نبات أو لكل جورة. يحتاج النبات ل2 لتر يوميا من الماء، ويفضل التسميد كل يوم أو كل رية تسميد قليل. طيب، في أول رية بنحط 10 كيلو يوريا مع 5 كيلو بوتاس مع 2 لتر حمض فوسفوريك. الراية التانية 5 كيلو كالسيوم زائد لتر نيتريك. الراية التالتة 10 كيلو مغنيسيوم زائد ربع برون زائد لتر نيتريك. وتزداد طبعا التسميد اللوريا حتى تصل إلى 20 كيلو للفدان، زائد 10 كيلو بوتاس زائد 2 لتر حمض فوسفوريك. طيب، أفضل تسميد للفلفل هي المركبات زي التسعتاشرات أو 6-6-43 أو 19 أو 20-20 أو 23-23-23.
أو مركب 15-35 زائد 2 مغنيسيوم. يفضل وضع 300 سنتي حمض فوسفوريك لكل متر مكعب من الماء. وفي حالة زراعة الأرض غمر أو رش التسميد كالآتي: الري طبعا بتروى بنسمد كل شهر. الرية الأولانية بتاخد 200 كيلو يوريا زائد 100 كيلو سوبر زائد 50 كيلو بوتاس. الرية التانية اللي هي الدفعة التانية 20 كيلو ملح 200 كيلو ملح زائد 50 كيلو سوبر زائد 50 كيلو كبريت. الدفعة التالتة 50 كيلو يوريا زائد 50 كيلو بوتاس. لابد من اتباع الدورة الزراعية. الرش طبعا بالمغذيات كل 15 يوم، الرش المغذي الرش الفطري باستمرار، رش الحشري باستمرار، تركيز على رش الذبابة، رش الفطري، أعفان الجذور، أعفان النيماتودة وأمراض النيماتود. الرش بالكالسيوم والكبريت، الرش طبعا بالمغنيسيوم، الرش بالبوتاس. ويفضل أن تكون الري في الصباح الباكر أو قبل غروب الشمس. ركز أخطر مرضين اتنين اللي هو مرض الذبابة، رش بالذبابة، ومرض الأكاروس اللي هي العناكب. وطبعا بندي جرعة أعفان جذور بالإضافة إلى العناصر الصغرى زائد الأحماض الأمينية زائد الطحالب البحرية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.